اهلا وسهلا متابعين قناة تركاية في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع فيه ناس كتيرة بتبحث عنه خصوصا في الفترة الأخيرة. بالتزامن مع التطور المخيف للتكنولوجيا فبدأنا نسمع عن مصطلح شريحة الإيسام. فإيه هي حكاية الشريحة الإلكترونية الإيسام؟ وإيه الفرق بينها وبين شريحة السيم كارد العادية اللي احنا متعودين عليها؟ قبل ما نشرح إيه هي الإيسام لازم تعرف الأول إيه هي السيم كارد العادية وإيه لازمتها في التليفون. مبدئيا شريحة السيم كارد معناها وحدة تعريف المشترك لدى شركة الاتصالات. يعني حضرتك لما تروح لأي شركة اتصالات وتشتري منهم خط فانت كده عندهم اسمك مشترك، وبياخدوا بياناتك ويسجلوها عندهم في الشركة، وبعد كده بيدوك سيم كارد مبرمجة ومتخزنة فيها كل البيانات التفصيلية المتعلقة بحضرتك. هذه القطعة البلاستيكية الصغيرة اللي انت شايفها عادية دي قصة كبيرة، ده متكونة من معالج ورامات وميموري، وبتقوم بوظائف كتير أهمها هي اللي بتخلي تليفونك يتصل بأبراج الشبكة عشان تعمل مكالمات. كمان بيتخزن فيها بعض الرسائل والاتصالات، وكمان ممكن تحفظ عليها بعض الأرقام. السيم كارد مهم أيضا لشركة الاتصالات لأن من خلالها بتقدر تعرف الشركة مكان البطاقة وأماكن تحركها، بالإضافة إلى نوع التليفون اللي راكب فيه الشريحة. في البداية كانت شريحة السيم كارد بحجم بطاقة الكريدت كارد، لكن مع التطور السريع في التكنولوجيا بدأت تصغر حجم الشرائح بشكل تدريجي لغاية لما تم الإعلان عن ظهور تقنية جديدة وهي شريحة الإيسام. فما هي شريحة الإيسام؟ شريحة الإيسام معناها إن تليفونك مش هيبقى فيه مكان لبيت الكارت، والدبوس ده مش هيبقى ليه لازمة تاني. شريحة الإيسام معناها إنك لما تحب تشتري خط من أي شركة اتصالات مش هيدوك الشريحة البلاستيكية العادية دي اللي احنا متعودين عليها، لا ده الشركة هتديك QR باركود، بمجرد ما سكان عليه بكاميرا التليفون الخط هيشتغل معاك على طول، كأنك بالظبط حطيت شريحة سيم كارد في تليفونك، وتقدر بعدها تستخدم خطك عادي في المكالمات والرسائل واستخدام الانترنت. فشريحة الاي سيم هي عبارة عن شريحة سيم كارد بس متثبتة داخل الجهاز زيها زي البروسيسور والرامات والذاكرة. بتختلف عنها بس انها غير قابلة للإزالة، كمان بتشيل لغاية 10 خطوط. طب ايه هي الشروط المطلوبة عشان اقدر استفاد من هذه التقنية الحديثة؟ الإيسام. واحد، لازم يكون معاك تليفون سبورت الإيسام. طبعا التليفونات الحالية اللي بتدعم الشريحة الإلكترونية الإيسام قليلة في الوقت الحالي، لكن خلال ال5 سنوات القادمة هتبدأ الشركات تدريجيا كده في طرح هواتف تدعم الإيسام. 2، لازم تكون شركة الاتصالات المتعاقد معها تدعم تكنولوجيا الإيسام. والواقع ان الشركات اللي بتدعم الإيسام موجودة في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية، لكن حاليا معظم الشركات في باقي الدول بتدرس حيثيات تنفيذها في معظم دول العالم. طيب ايه اللي خلى موضوع الإيسام ينتشر في الفترة دي ويطلع على الساحة بشدة مع ان الإيسام تم اكتشافها منذ 2017؟ السبب الاول هو ان اكبر شركات الهواتف الموجودة في السوق هي شركة ابل. اعلنت ان ايفون 14 مش هيكون فيه مدخل للشريحة العادية السيم كارد، وقالت ان تليفونها هيشتغل على تكنولوجيا الإيسام فقط، بس اصدرت بعد كده نسخ للدول الاخرى موجود فيه مدخل السيم كارد. بس ده معناه ان الشركة بتدي انذار لشركات الاتصال ان الاصدارات اللي جايه بعد كده هتشتغل على تكنولوجيا الإيسام بس. السبب الثاني هو ظهور مصطلح انترنت الاشياء، وده معناه ان كل حاجه حولك سواء معدات او اجهزه ذكيه او اجهزه منزليه هيتم ربطها والتحكم فيها من خلال الانترنت عن طريق تكنولوجيا الإيسام. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.